في المركز الخامس اخترنا النهاردة أحدث مسلسلات المغامرة والأكشن الكوميدي، وهو مسلسل ناكلز اللي نزل بعد نجاح كبير جدا لسلسلة أفلام سونيك. وبيحكي مسلسل عن ناكلز اللي كان نازل كوكب الأرض مع دكتور إجمان عشان يحارب سونيك وورس، بس في النهاية بقى قدروا إن هم يضموا ليهم ويبقى زيهم، وقدروا كمان إنه يحاربوا الدكتور روبوتنيك ويتغلبوا عليه. ومن وقتها بقى وهو قاعد على كوكب الأرض مسالم جدا في بيت مادي. ودلوقتي بقى بيحاولوا طول الوقت ان هم يقنعوه ان الشر خلاص انتهى من العالم، وانه لازم بقى يعيش حياة مسالمة وهادية، لحد ما في يوم بيجي روح باتشاك وتزور ناكلز. وباتشاك ده كان زعيم كوكب الفطر اللي نازل له عشان يقول له ان في شخص اسمه ويد، الشخص ده انت لازم تساعده عشان يبقى بطل. ولما فعلا بدأ ناكلز يقابله ويساعده، بدأ يظهر الشر تاني فجأة لما بيتخطف ناكلز على ايد اشرار دكتور روبوتنيك. بس يا ترى بقى ايه حكايتهم، وويد هيساعده ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الحلو ده. You worked for Robotnik. Bring me Knuckles. Sorry, this lane is reserved. You think you can take my power? Do I look like I need your power? What are you talking about? Of course we need his power. It's the whole reason we're here. You're mine. I made a promise to protect this planet. I am ready. Oh, snap! Someone's about to get slapped. في المركز الرابع معانا النهاردة اخترنا مسلسل بهار، المسلسل اللي تصدر أكتر الأعمال التركية مشاهدة في 2024، واللي بتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق. وبيحكي المسلسل بقى عن الشابة الطموحة بهار اللي اتخرجت من كلية الطب، بس بعد لما اتخرجت من كلية الطب قررت إنها تأجل كل أحلامها وتتخلى عنها كمان عشان عيلتها وعشان حياتهم. وفعلا بتتحمل بهار المسؤولية وبترعى جوزها الجراح الناجح جدا وأولادها الاتنين، وبتبقى فعلا مثال لست البيت المثالية لأبعد الحدود اللي بتوفر لحياتها وعيلتها النجاح بس. وفجأة بقى بتتعرض بهار لمرض خطير، واللي لازم بسببه تعمل عملية زراعة كبد بس بشكل مستعجل جدا. المرض ده كان نقطة تحول في حياتها، لأنها بالرغم من كل التضحيات اللي عملتها لعيلتها في حياتها إلا إن المحنة دي كشفت ليها مشاعر عيلتها الحقيقية ليها. وهنا بقى بتتغير حياتها كلها، وبتقرر إنها لازم ترجع تكمل تحقيق أحلامها اللي سابتها قبل كده. يا ترى بقى هتنجح في الموضوع ده ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه ومش هتندم أبدا. في المركز الثالث هو مسلسل شوغان، هو مسلسل من إنتاج أمريكي لقصة حصلت في اليابان القديمة، وبتدور أحداث المسلسل حوالين العالم القديم، العالم اللي لسه القارات فيه مش معروفة، الكوكب بالكامل لسه غامض، والوصول للدول بيكون بالصدفة عن طريق البحارة. وده اللي حصل مع البطل اللي معانا النهاردة، البحار البريطاني اللي لقى نفسه بالصدفة في اليابان. ومن حظه الوحش كمان انه لقى نفسه في اليابان وهي على مشارف حرب أهلية، لأن اليابان في الوقت ده كان بيحكمها الحاكم في اليابان في الوقت ده أو الإمبراطور كان اسمه الشوغان، والشوغان ده كان ميت والوريث ليه ابنه لسه صغير. وعشان يحقنوا الدماء في الوقت ده بين الشعب وبين المجالس والمناطق اللي هناك، قرروا ان هم يعملوا زي برلمان صغير كده، يكون في قادة اللي كل واحد مسؤول فيه عن منطقة معينة، وهم اللي بيديروا شؤون البلد لحد ما الطفل ده يكبر ويبقى هو الشوغان. وده اللي خلى واحد من القادة اللي موجودين في المجلس ده لما شاف البحار البريطاني ده وشاف المهارات القتالية اللي عنده، قال انه لازم يستخدمه عشان يقوي بيه جبهته. يا ترى بقى هيقوي جبهته دي ازاي وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الرهيب ده. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose. Die. We should be corpses by now, but here we are. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. It is you who is imprisoned. Freedom is all you ever live for.
の務めを果たす覚悟はできておるか。覚悟はできておりまする。في المركز التاني معانا النهاردة واحد من أجمل المسلسلات اللي نزلت في 2024، وهو مسلسل الخيال العلمي الرهيب فول أوت. المسلسل اللي بتدور أحداثه حوالين لوسي اللي اتولدت وكبرت في الملجأ 33، وهو واحد من الملاجئ الكتيرة جدا اللي بنتها شركة تكنولوجية من أكتر من 200 سنة بعد حرب نووية كبيرة دمرت العالم كله وخلت الحياة بقت كلها في ملاجئ تحت الأرض، لدرجة إن لوسي دي عمرها ما طلعت بره الملاجئ ولا تعرف ايه اللي موجود بره الجدران الفولاذ ده، وازاي شكل الارض فوق ده هي ما تعرفوش. لوسي بقى ابوها للاسف بيختفي في ظروف غامضه جدا، وده اللي خلى لوسي تقرر انها ما يبداش قدامها غير حاجه واحده بس، انها تطلع على السطح عشان تخوض مغامره مش معروف نهايتها ايه عشان تدور عليه. المغامره دي هتخليها تطلع كاليفورنيا المتفجره. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لها؟ هتلاقي باباها ولا لا؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الرهيب جدا ده. Look out at this wasteland. Looks like chaos, but there's always somebody behind the wheel. What is happening here? Everyone wants to save the world. They just agree on how. There you are, you little killer. في المركز الأول معانا النهاردة اخترنا تحفة سنة 2024، وهو مسلسل The world ain't set up for the honest man to succeed. That should be the American dream right there. You know, beautiful story with a happy ending. But that ain't the way the world works. America's a hustle. Not that I'm complaining. Penguin, you waltzing in here like you mean something. We're in the middle of a gang war. Carmine Falcone's dead. If we don't protect what's ours, we just look weak. The streets are talking again. They know there's only one man big enough to run this city. Do you remember Carmine's daughter? Oh, I didn't mean to interrupt. Sophia, I thought you was still at, Arkham? No. I've been rehabilitated. You're playing a dangerous game with this family of yours. You think I want Sophia Falcone knocking on my door? She is the hangman. What is it you're really after, Oz? Gonna tear down the empire from the inside out. Whoever controls the drug business controls the streets. I'll be running the whole damn trade. I got ambition. I can help you. Hey! Feel alive, Vic, huh? Feel your heart beating? This city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Trust me. It's just the beginning. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.